عايزك تتخيل يا مؤمن ان صحف ليفربول وجماهير ليفربول بيقولوا لارن سلوت اتعلم من حسام حسن. حسام حسن بتاعنا العميد، ايوه العميد. مسامح. انا يا بنتي قال لك ان صلاح شغال مع المنتخب اهو، ده جاب هدفين وبقى الهداف التاريخي للتصفيات المؤهله لكاس العالم، عدى ايتو ودروجبا والناس ديت. يعني صلاح شغال معانا وانتوا لا. انا عايزك تتخيل اللي هو قعدنا سنين نقول صلاح مش شغال معانا وشغال مع ليفربول، بغض النظر ان دي مباراه جيبوتي، بس اللي انتوا عايشين فيه ده احنا عشنا فيه سنين. على وشك ده اللي انت عايزتني فيه سنين عيشه. طبعا في فرق ما بين صلاح السنه اللي فاتت مع ليفربول وصلاح السنه دي. يعني السنه اللي فاتت 29 هدف وساهم في حوالي 19 جول، لكن السنه دي يا باشا ما جابش غير هدفين مع ليفربول. عشان بقى من امبارح للنهارده السوشيال والصحف تقوم وما تقعدش، ليه صلاح شغال مع منتخب مصر ومش شغال معانا؟ دارت يا سيح دارت. عشان يقولوا ان توظيف حسام حسن لصلاح افضل من توظيف ارن سلوت، وان صلاح السنه اللي فاتت مثلا كان نفس التوظيف ولكن الموضوع اختلف شويه السنه دي، ولازم صلاح يخش شويه في العمق وما يفضلش لازق في الخط. ان لما حصل كده مع منتخب مصر دخل شويه في العمق بقى يجيب اهداف والخطوره بتاعته زادت. حسام حسن صح وارن سلوت غلط، عندنا عميد وانتوا لا. والله ما اعرفش انا في الدوري الانجليزي بيلعبوا بالخطط دي ازاي، مش فاهم انا. لا انا اكتئبت فعلا. السلام عليكم. اتمنى ان ارن سلوت يكون اتفرج على الماتش الاخير بتاع منتخب مصر وخد شويه ملاحظ من حسام حسن. يعني لو الدنيا ما ظبطتش معاه، اتحاد الكوره عامل شهاده بيه للمدربين هنا، لو عايز تيجي يعني تاخد شويه خبره وتاخد لك شهاده وتمشي يعني.